مارسيل كولر هيطيح بثلاث لعيبه من الاهلي في يناير. خبر زي ده عمل ضجه كبيره وسط جمهور النادي الاهلي. تعالوا نحكي لكم الحكايه من اولها. في تقارير بتقول ان كولر قرر يستغنى عن ثلاث لعيبه من الفريق خلال فتره الانتقالات الشتويه الحاليه. القرار ده جه بعد ما كولر راجع اداء اللعيبه وشاف ان في عناصر مش بتأدي الدور المطلوب. الثلاثه دول بيشملوا لاعب ما بياخدش فرصته في المباريات ومش قادر يثبت نفسه، لاعب مستواه قل جدا ومش قادر يقدم الاضافه اللي الفريق محتاجها، لاعب ثالث وجوده مش عامل فارق كبير في الخطط التكتيكيه للنادي الاهلي. التقرير بيتاكد ان كولر شايف ان مصلحه الاهلي في المرحله دي هي التركيز على اللعيبه الاساسيه اللي هتقدم الاضافه، وان بيع او اعاره الثلاثه دول هيكونوا فرصه عشان الفريق يعمل تدعيمات جديده خلال الفتره اللي جايه. السؤال دلوقتي، مين الثلاثه اللي كولر قرر يتيح بيهم؟ وهل الخطوه دي هتفرق مع النادي الاهلي، خصوصا ان النادي الاهلي داخل على ضغط مباريات في الدوري ودوري ابطال افريقيا وكاس العالم للانديه؟ انتوا شايفين القرار ده صح ولا غلط؟ ولو القرار في ايديكم كنتوا هتستغنوا عن مين؟ شاركونا ارائكم في الكومنتات. في نهايه الفيديو ده كان كل جديد عن اخبار النادي الاهلي النهارده في المستديره. ما تنسوش تتابعونا عشان تعرفوا كل اللي بيحصل، وهنستناكم في فيديو جديد.